السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزور في الله ونسمحوا لي خاوتي، ما نقدرش ما نديرش فيديو على الموضوع، ما كانش منها خاوتي. هذا الموضوع تاع حياتي، هذا الموضوع اللي الفرحة للجميع الجزائريين. يا جماعة سقط الصنم الكبير اللي كانوا متخبين وراه. بوتفليقة يا جماعة استقال ولا انهى المهام تيعو ولا مريض ولا مات، الله اعلم، ما عمليش والله. المهم الخبر الرسمي انه صاي طار بمعنى الكلمة، طار الصنم اللي وراه. هو مازالوا بزاف متخبين وراحين يطيروا باذن الله. فرحة كبيرة وكأنه الإنسان همومه كل راحت، والله همومه كل، يعني الإنسان يتفكر ضربة واحدة الحراقة اللي ماتوا في البحر مساكن واللي تمرمدوا، المدونين اللي كانوا يكتبوا بركة اسم بوتفليقة يدخل للحبس، قداه واحد دخلوا له للدار الجون الصغير والمدون هذاك وتاع الجلفة وتاع سوق هراس، ويعني تبسك يعني الإعلاميين، الناس، الصفحات اللي غلقوهم، الشركات اللي تيلي اللي قفلوهم، الناس اللي سحتوهم الخدمة اللي غلقوا لهم القنوات. ظلم كبير يا جماعه. الناس المرضى اللي ما لقاوش باه يداويو والعصابه كانت تداوي، الصنم نتاعهم طاح يا خوتي. فرحه كبيره والله، والله وكانه ربي سبحانه وتسمى صاي نسيلك كل همومك، ترجع ما عندك حتى هم. ها صاي تهنيت، وصلت لهذا الشيء اللي نادي فيه من 2014 باللي هذا الرئيس راهو ميت ولا يسير البلاد. نفاونا، سبونا، تهمونا، جابونا ناس يهضروا في التيلي، شوهونا صورتنا، ناس سبونا، ذباب الكتروني، مقالات في الصحف، غناو علينا، ما خلاو ما بقاو. الى يومنا هذا ما زالت الاتهامات غير تغلط يعطيك. الحمد لله يا خاوتي، الشيء اللي كنا طالبينه من 2014 ربي سبحانه يمهل ولا يهمل. كاينه منها صح يا خاوتي، تصبر وتتعب وكلش، بصح ربي في الاخر يجازيك ويصبر. طبعا المشكل درك كيف قال لي واحد والجيش ومش ماهوش وقت درك، رانا فرحانين، رانا نستطعموا في الفرحه. نعم مازالت العصابه ومازال المسار طويل، بصح درك نستطعموا على الاقل في ربح هذه المعركه. المعركه دي راهي كبيره ومهمه جدا، ماشي مشكل. درك رانا احباب وخاوه. انت تشوف القايد صالح هو اللي جاب لك هذا النصر، مبروك عليك، افرح وتهنى. انا نشوف باللي الشعب الجزائري هو اللي جاب لي النصر، وهو بالسلميه والتوعيه، وكل واحد فينا شارك مع طوبيل الجيش اللي ضربوهم وثلاث سنين وهما يديروا في الضغط. الطلبات تاع لي ميدسان جماعه لي ريزيدون 8 شهور ضغط. الطلبات تاع التكنولوجي والستابس والرياضه وتاع الهندسه ولي فارماسيان قداه نسناهم يديروا الضغط. الاساتذه، المعلمين، جماعه كل الناس اللي شاركت، الاعلاميين، الصحافه اللي شاركوا في خلق الضغط ضد هذه العصابه. انا بالنسبه لي هادوك هم كل جماعه اللي وصلوا القرار هذا الاخير باش يتنحى، والا كانوا يوخذونا. بارك الله فيكم وتحيه في الشعب الجزائري. اليوم تنسى الخلافات ولو لمده ليله جماعه، ما يهمناش. اليوم يهمنا ان نحمد ربي ونشكروه لانه استجاب لنا ولانه كرمنا بهذا النصر. ولولا ربي سبحانه ما وفقناش يا جماعه، كنا نخيض وك عن بالكم الثورات والربيع العربي. الحمد لله سلميه، والشعب هالراجل، والشرطه الجزائريه ظهروا رجال وحوله يا خاوتي. يعني ولا لادوان، وعندك لي بومبي، وعندك كل يعني فرحه ما تقدرش تتصورها. يعني نحمد ربي انه شاف لينا يا جماعه وفرحنا في هذا الوقت. نحمد ربي، يعني ما نقدرش حتى نعبر مع كل وش صار، مع الغضب تاعنا وهبلنا. نعم هبلنا خاوتي من الغضب. تحرك انت وش بيك ميت وانت راك خواف، ونلوموا في الناس والناس يزيدوا يسبونا. يا لطفي حتى الغناء تاعي يا جماعه وليت كي نغني يقولوا لي يا لطفي راهو عنف، راك وليت تسب في بوتفليقه وتسب في العصابه. فقلت في الله غالب، هبلنا خاوتي والغضب على هذه العصابه اللي دارت المنكر. يا ربي ان شاء الله برك هذا الغضب بيروح ونكملوا عقاب العصابه اللي ما زالت اخواتي وعقاب الناس. والهدف ما تنساوهش، يعني الاساسي هو الجزائر ترجع لشعبها، والفقير والمظلوم يرجع له حقه ان شاء الله. هذه هي الفكره يا جماعه. الخلافات هذيك ما ننساو الخلافات بيناتنا جماعه. صاي لازم تتبنى جزائر جديده بلا هذيك العقليه تاع الديكتاتوريه والعقليه تاع الراي تاعي يصلح وتاعك ما يصلحش. الفكره هذه هي. اليوم رانا فرحانين يا جماعه، غدوه نحكي وشكون الاسباب ومش الاسباب وشكون اللي ليه الفضل مش الفضل. انا المهم نتحي الشعب الجزائري يعطيه الصحه، الشعب اللي يوقف يعني وقفه رجل واحد ويعني هزلنا روسنا بين العالم يا جماعه، وسورتو بعد النتيجه هذه. نعم يا اخي ما عندي حتى مشكل نفتخر بالجيش ونفتخر بافراد الجيش والجندي البسيط اللي كان يبعث لنا. قلت لكم رساله يعطيه الصحه في حل راجل. هاو نصرك ربي. بيان سور ما زالت العصابه وما زال مسار طويل، والديمقراطيه والجزائر ما زالت، بصح
هذا موقف مهم جدا، طاح الراس الكبير. بارك الله فيكم، ان شاء الله تكونوا فرحانين كما راني فرحان، وان شاء الله ربي يزيد يفتح علينا انتصارات اخرى. بارك الله فيكم يا خاوتي وربي يحفظكم.